في دين الله عز وجل الاوبشن بتاع العواطف يجب ان يعطل، كلهم سواسيه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل فاطمه كباقي البشر عندما قال والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اول شيء تقول ان الله خلاهم سواسيه، اي كل الخلق عملها سواسيه، والله سبحانه وتعالى يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذه الآية أمامك. كيف تقول سواسية؟ يعني بدك تساوي عائشة بفاطمة أو فاطمة بعائشة؟ حبيبي لا تحلم، لا تحلم. هذه بنت محمد، هذيك بنت عابد الأصنام عتيق ابن قحافة. شو عم تحكي أنت؟ فهنا الله سبحانه وتعالى طبعا قسمهم، ما خلاهم سواسية أبدا إلا بالتقوى. وهذا الحديث الناس سواسية كأسنان المشط هذا حديث ضعيف، حتى الألباني ضعفه، فلا تكذبوا على الناس. أي نعم. وبعدين تقول إنه قال النبي لو إن فاطمة، لو النبي يقول لنا لا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان، وأنت تقول إن النبي يقول لو، يعني النبي يمنعنا عن شيء وهو يقوله. ما شاء الله، ما شاء الله على نبيكم هذا صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم. اي بعدين الشيخ حيوضح لك في حال لو هذا الحديث صحيح. يا غبي اسمع بس وتعلم. أراد بذلك أن يبرهن برهنة عملية على أن الدستور الذي جاء به الإسلام في تطبيقاته لا يفرق بين القريب والبعيد وبين القوي والضعيف. ولذلك صعد النبي على المنبر قال إنما هلك من كان قبلكم لأنهم إذا شرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا شرق فيهم القوي لم يقطعوه. أما والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طبيعي بعض الناس من يسمع الرواية ينز يقول هذا المعنى. لا، ما بشي هاي، لا في هاي حرف امتناع لوجود، يعني يقول هذا شيء ما يصير، يعني لو وجد لكان كذا، لكن مو معناه أنه هذا ممكن أن الزهراء تمد يدها، لا معاذ الله، الزهراء معصومة. زين، لكن النبي أراد بذلك أن يضرب مثلا ساميا في أن العادل يجب أن يأخذ مجراه في التطبيق حتى على أقرب الناس. وأعتقد أن رسالة القرآن في هذا الموضوع واضحة، ما إلها علاقة بدماء، أن هذا ينتمي إلى النبوة، ولما يكون ينتمي ابن النبي مثلا يجب أن يكون بعيد أو بمنجاة عن العقاب. لا، يصيح القرآن يصيح بأعلى صوته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. بس انتهت القصة. كله سواسية. نعم كله سواسية. بس عفوا سؤال واحد، يعني وجدت مو معنى غضبت، لا شنو المعنى الحرفي لها؟ ايه؟ إذا في هذا السؤال يعني والله المعنى الحرفي لكلمة وجدت بهذا الحديث. وجدت أي وجدت في نفسها شيء من أبي بكر الصديق، وليس غاضبت على أبو بكر الصديق رضي الله عنه. والحديث اللي هم بيروه أساسا دوت اللي هو بتاع اسمه ايه الخطبة الفدكية، ده منسوب للسيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاها. وإلا ففي داخل الحديث تكذيب لفاطمة، تكذيب لفاطمة، والتكذيب أساسا لمسألة كسر الضلع، لمسألة كسر الضلع. شلون؟ أقول لك شلون. البخاري وأحمد والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها يغضبني ما يغضبه. ثبت أن من أغضب فاطمة فقد أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أغضب الله، ومن أغضب الله فهو في النار. متفقون؟ في حد ينكر الكلام ده؟ موجود في صحيح البخاري، وموجود عند أحمد، وموجود عند الطبراني، وبعضه عند أبي داود، وبعضه عند ابن أبي شيبة.
وبعضه عند عبد الرزاق في مصنفه. دي كتب أهل السنة ولا كتب شيعة؟ أهل السنة. اللي يغضب فاطمة يبقى غضب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. واللي يغضب النبي يبقى غضب مين؟ ربنا. واللي يغضب ربنا يبقى فين؟ متفقون؟ فإن رجعت إلى البخاري فوجدت فاطمة غضبت على أبي بكر وعمر. يبقى أبو بكر وعمر فين؟ أبو بكر وعمر فين؟ طب رجعت لقيت الكلام ده موجود فعلا في البخاري ومسلم. أقول لك النص: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أمر الأمة من بعده أبو بكر، فجاءته فاطمة تطلب إرثها في أبيها فمنعها وقال: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من مالي ما شئت، لكني سمعت أباك صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، كلاهما صحيح، ما تركناه صدقة. فغضبت فاطمة على أبي بكر، فغضبت فاطمة على أبي بكر، فغضبت فاطمة على أبي بكر، غضبت. ايه رأيك؟ النص الأولاني متفقين ان اللي يغضب فاطمة يبقى غضب النبي، والنص على ذلك في صحيح البخاري. واللي يغضب النبي يبقى غضب ربنا، واللي يغضب ربنا يبقى فين؟ في النار. طب في صحيح البخاري ومسلم ان فاطمة غضبت على ابي بكر. ايه رأيك؟ رد. هم بيقولوا في الحديث ان عندما دخلت على الصحابة أن فأجهش الجلوس بالبكاء. الجلوس هو الأسوأ أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري دخل عند السيدة عائشة ووجدها ترضع رجلا من ثديها فسألها فقالت إنه أخي من الرضاعة. موجود عند البخاري. الكلام ده طيب احنا خلينا في موضوع على أي كلام فيه. ما هو كلام في كم حاجة، في موضوع الثدي ولا الموضوع في الفتوى بداية؟ الرضاع تعريفه التقام الثدي.